النهارده صحيت على واحدة من أكتر الحاجات المرعبة اللي ممكن الواحد يشوفها، أنا باحسه كابوس من أول ما دخلت الكلية باحاول أهرب منه، وعمري ما كنت أتمنى إن واحد زميلي يحصل له حاجة زي كده. دكتور امتياز سني ويمكن دفعتي أو دفعة أصغر في مستشفى سيد جلال، واحد بلطجي دخل عليه عمل له عاهة مستديمة، نقطة، القصة خلصت. اللي اتحكى من شهود عيان كانوا موجودين إنه واحد مرافق داخل بيستعجل إنه يدخل المريض بتاعه، دكتور الامتياز بيحاول يهديه ويقول له إنه في دور، فبحركة سريعة غير متوقعة قام راح جاب آلة حادة من سلة موجودة وحرفيا عمل جرح قطعي 10 سنتي أو أكتر في وش دكتور الامتياز. وفي الأول كان في شوية تقاعس من المستشفى، بس اللي فهمته إن بعد كده هم اللي اتصدروا المشهد وبيحاولوا يدافعوا عن الدكتور. بس أنا نفسي أفهم إحنا هنفضل في القصص دي لحد إمتى؟ واحد بيتخيل اللي حصل مع زميلي ده كان ممكن يحصل معايا أنا، وإيه الضامن فعلا إن ما أكونش أنا الضحية الجاية؟ بس الفيديو ده يوصل لنقابة الأطباء ووزارة الصحة، كانوا متصدرين فكرة إنه يكون في قانون ويبقى اللي بيعمل الغلطات دي يبقى عبرة عشان الحاجات دي ما تتكررش، عشان بجد اللي بيحصل ده تهريج ولازم يقف. أنا حقيقي بجد نفسي يرجع له حقه، وبفكر إيه بجد ممكن يعوضه على فكرة إن بقى عنده عاهة مستديمة في وشه كل الناس شايفاها.